اخوان السلام عليكم. ما قصة ديمستورا؟ ديمستورا وتراجع عن التصريحات التي كانت حاسمة، زد على ذلك وعبارته التي قال فيها أن الصراع بين الدولتين المغرب والجزائر. هل تراجع ديمستورا عن تصريحاته وتم تغييرها؟ إن كان هذا السؤال صحيح فلماذا؟ سوف نتطرق لهذا الموضوع البالغ من الأهمية. دعونا نذكر بالضغط على زر لايك، لأن هذا الموضوع تم انتشاره بشكل كبير وطبل وزمر له النظام الجزائري. فالآن سوف نكشف الحقيقة وبالتفصيل. قبل البدء بحكاية تصريحات ديمستورا، أتعلمون أن روسيا الآن تجهز ضربة نوعية استباقية للنظام الجزائري بجلسة مجلس الأمن المرتقبة؟ اليوم روسيا باتت تفهم جيدا أن علاقاتها الأولى مع الرباط. سفن الروس من أين يستمدون بالوقود؟ من داخل المملكة المغربية. سفن الروس من أين تصطاد الطونة المغربية؟ من داخل سواحل الصحراء المغربية. وعليه بوتين يعلم جيدا أن العلاقات مع الرباط مهمة جدا لروسيا، ولن يغامر أو يقامر بتلك العلاقات من أجل إرضاء الجانب الجزائري. قد يخرج البعض الآن ويقول أن علاقات الجزائر وروسيا جيدة. ألم نرى في الآونة الأخيرة كيف أن روسيا أبعدت جبهة البوليساريو عن القمة التي احتضنتها بداخلها؟ لو كانت روسيا تريد محاباة الجزائر لجلبت البوليساريو وقامت بدعوتها، لكن طبعا ماذا تريد روسيا من جبهة انفصالية سوف تصنف على أنها جماعة إرهابية؟ ما كان يحدث داخل جلسات مجلس الأمن بكل اختصار منافسة بين أمريكا وروسيا على الريادة، بينما الموقف الروسي واضح باتجاه المغرب، وهناك علاقة صداقة وطيدة بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي بوتين. تبون الذي يخرج ويدعي أن روسيا هي حليفتنا الرئيسية؟ أنسي ماذا قال سيرغي لافروف أن الجزائر لا هيبة ولا وزن ولا علاقات دولية؟ أنسي أن روسيا لم تساعد الجزائر بالدخول لقمة البريكس؟ كانت الجزائر تعول على قمة البريكس كثيرا رغم انهيار اقتصادها ورغم الويلات التي تعيشها. ظل الإعلام الجزائري أشهر وهو يطبل ويزمر على أن الجزائر سوف تدخل بالبريكس بمساعدة روسيا، لكننا طبعا لم نشاهد هذه التصريحات الوهمية والبروباغندا التي كانت إعلامية. بكل اختصار ننتظر موقف روسي واضح واعتراف صريح بمغربية الصحراء. وإن قلنا روسيا سوف تتخذ هذه الخطوة التاريخية، أتعلمون ما معنى هذه العبارة؟ هذا يعني أمريكا، فرنسا، إسبانيا، روسيا، بريطانيا، لأن بريطانيا بالآونة الأخيرة أكدت الدعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي. زد على ذلك الصين. اليوم هناك وفود مغربية تتوجه إلى بكين من أجل كتابة اعتراف صريح بمغربية الصحراء. أتعلمون إن فعلتها الصين وأعلنت الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء ماذا يعني هذا؟ هذا يعني نهاية كل أحلام المرادية ونهاية أيضا صفقاتهم العسكرية. عندما نقول أن روسيا لم تعد تقدم أي محاباة للجزائر، إذن كل الصفقات العسكرية تأخذها من روسيا. من بعد اليوم باي باي لتلك الصفقات. زد على ذلك الطائرات التي تحاول الجزائر الحصول عليها من الصين، طائرات درون أو مسيرات، لأن الجزائر تغار من حجم الأسطول الحربي من الطائرات المسيرة المتواجد داخل المملكة المغربية. شنقريحة بالآونة الأخيرة عقد اتصالات مع الصين من أجل إحضار وينغ لونغ طائرات المسيرة بأعداد كبيرة. مجرد اعتراف الصين بمغربية الصحراء وهذا الموضوع سوف يكون واقعي للغاية. لماذا نتحدث بهذه الثقة ومتأكدين مما نقوله؟ لأن الصين رفضت كل المشاريع التي عرضتها الجزائر عليها داخل الصحراء الشرقية المحتلة. الصين لا تريد أن تخرب العلاقات مع المملكة المغربية. وعندما نرى أن جلة دول باتت اليوم تضرب كل الحسابات باتجاه المغرب لكي لا تفسد علاقاتها مع المملكة المغربية، نقول باختصار كامل أن المغرب
حقق نقلة نوعية. نقول أن المغرب حقق نقلة نوعية، وموقع الاستراتيجي بات اليوم مطلب لجل الدول، لأن الصين هي الأخرى تريد أن تأتي وتستثمر داخل مدن الصحراء المغربية كروسيا وأمريكا وفرنسا وإسبانيا. هذا ما يثبت أن المغرب نجح بخطوة كبيرة بملف الصحراء المغربية لطي هذا النزاع. بعيدا عن روسيا الآن، دعونا ننتقل لتصريحات ديمستورا. ديمستورا الذي كسر حاجز الصمت والغى 50 سنة من الصراع المزعوم التي فعلته الجزائر عندما قال إن الصراع بين الدولتين المغرب والجزائر. ديمستورا بهذه العبارة همش الجبهة الانفصالية بشكل كامل، هكذا قال الإعلام الجزائري. وثاني يوم ادعى الإعلام الجزائري أن ديمستورا تراجع عن تصريحاته. فهل تراجع ديمستورا عن التصريحات؟ ما حقيقة هذه الأخبار؟ بكل وضوح لم يخرج من الأمم المتحدة أي تصريح لحدود الساعة على أن ديمستورا تراجع عن التصريحات، في حين أن تصريحات ديمستورا مسجلة لدى الأمم المتحدة على أنه أكد أن ما يحدث ليس شعبا ضد محتل، بل نزاع بين دولتين المغرب والجزائر. إذن ديمستورا ألغى الفكرة الانفصالية التي تعيش داخل عقول الكبرنات. الإعلام الجزائري حاول التشويش على هذه العبارات لسببين. السبب الأول، الجزائر تريد إخبار المحتجزين بالمخيمات على أنها تحقق إنجازات ولو كانت لا تحقق، أي فقط تخدير العقول. والسبب الثاني، من أجل إعطاء روح من النجاح، لأن الجزائر باتت كل تحركاتها تحقق فشل فوق فشل. فشلوا بآخر ندوة حضنتها أفريقيا، فشلوا عندما زوروا لافتة البوليسارو وأقحموا الجبهة داخل قمة اليابان، وكيف أن اليابان أكدت أنها لا تعترف بجمهورية الوهم. إذن ديمستورا أعطى العصير للنظام الجزائري، وخطوة ديمستورا تعتبر خطوة مهمة للغاية تزامنا مع جلسة مجلس الأمن وتزامنا مع التقرير الأمريكي للكونغرس الذي قال أننا سوف نصنف الجبهة على أنها جماعة انفصالية إرهابية. تخيلوا معي الآن، تم المصادقة على هذا القرار وصنفت الجبهة على أنها جماعة إرهابية. تخيل ماذا نقول. فورا عضوية الجبهة سوف تسقط من داخل الاتحاد الأفريقي، وإن سقطت عضوية الجبهة من داخل الاتحاد الأفريقي سوف تحرم البوليسارو من المشاركة بأي ملتقى كان. اليوم كيف يتسللون؟ عن طريق عضويتهم التي أخذوها عن طريق الخطأ. فهل يعقل لحدود الساعة تبقى العضوية لديهم وهي كانت بالخطأ؟ حان وقت لتصحيح هذا الخطأ. وهذا يؤكد على أن الجزائر تتلقى اليوم أكبر ضربة شمس العشية. المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، والحلفاء والمواقف التي سوف نشهدها داخل جلسة مجلس الأمن المرتقبة إنما تثبت بالدليل القاطع على النجاحات المتواصلة التي حققتها الدبلوماسية المغربية. المغرب اليوم نقولها، المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس. دعنا نذكر بالضغط على زر لايك اللي ينتشر الفيديو ويحقق نتائج إيجابية. كل الحب والتقدير.